السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين، ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش ندعي لاهلنا في غزة ان ربنا ينصرهم نصرا يتعجب منه اهل السماوات والارض. وصفتنا النهاردة هو الفطير المشلتت. لو انتي لسه سنة اولى طبخ اوعدك ان انتي هتعمليه بطريقة احترافية وبكل سهولة. تابعي معايا الفيديو للنهاية علشان تشوفي كل الخطوات علشان يطلع معاكي ناجح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، طري ومورق، ومش هنحتاج ان احنا نعمل طبقات توريق. يلا بينا نشوف الطريقة. عندي 6 كوبايات من الدقيق، معلقتين كبار من السكر العادي، معلقة صغيرة ملح. عندي مية. المية هنا حسب نوع الدقيق، يعني في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق لا، فاحنا هننزل بالمية بالتدريج. انا عايزاها عجينة طرية وفي نفس الوقت مش بتلزق او بتلزق حاجة بسيطة يعني. نبتدي نقلب كده، والمية زي ما انتوا شايفين اول كوباية انا نزلتها مرة واحدة، والكوباية التانية هنزل بيها بالتدريج. زي ما قلت انا عايزاها عجينة بتلزق حاجة بسيطة، مش عايزاها تكون طرية بزيادة. قلبي كده كويس. افضل طريقة للفطير المشلتت هو تريح العجينة، يعني كل ما بتريحي العجينة كل ما بيديكي نتيجة افضل واحسن. فتابعوا الفيديو للنهاية علشان تشوفوا كل الخطوات دي. انا همشي معاكم خطوة خطوة، معلش هو الفيديو طويل بس فيه شوية خطوات لازم نتبعها علشان يطلع معانا عجينة ناجحة. الفطير المشلتت مفهوش خميره مفهوش بيكنج باودر، فكل فكرة العجينة هنا هو في التريح، ان انا اريح العجينة كويس علشان تديني نتيجة كويسة. تمام. الناس اللي بتشتكي من العجن الكتير، وانا قلتها قبل كده في فيديو تاني، اني انتي مش هتعجني ولا هتحتاجي العجانة. الناس اللي ما عندهاش مقدرة ان هي تشتري عجان، انتي هتعجني بايديكي بس بخطوات بسيطة مش هتخليكي تعملي مجهود. الفكرة ان انا بلم العجينة 5 كده واريحها 5 دقايق وارجع اعجنها تاني. الفكرة زي ما قلت قبل كده في تريح العجينة، انا كل ما بريح العجينة كل ما بتديني نتيجة افضل واحسن. شايفين هي دلوقتي بتلزق في ايدي، بس لما هريح العجينة 5 كده هرجع الاقيها لمت. دلوقتي هنسيبها تريح 5 دقايق وارجع اعجن فيها من تاني. غطي العجينة كده زي ما انتوا شايفين واسيبوها 5 دقايق بس وارجعي اعجني من تاني. الخطوات دي بتخلي العجينة طرية وناعمة، بتلم معاكي بسهولة. بصوا كده احنا بعد ما ريحتها شايفين ابتدت تجمع نفسها كويس، يعني ادي فكرتها في ان هي بتخليها طرية. هلم العجينة كويس كده زي ما انتوا شايفين واسيبها كمان ترتاح 5 دقايق. لو تاخدوا بالكم انا ما عجنتش كتير، انا يدوب بس بلم العجينة واريحها 5 دقايق. الناس اللي عندها اختناق في الاوردة في ايديها، مش بتعرف تعجن كتير، عايزة تكون العجينة ملمسها ناعم بدون عجن كتير، الخطوات دي هتفيدك جدا. شايفين كده ما شاء الله ناعمة وملمسها طري جدا. شايفين كل ما لها التلزيق بيخف، كل ما بريحها التلزيق بتاعها بيخف. تمام. هنريح العجينة ودي اخر مرة. تمام. وهسيبها ترتاح ساعة، يعني انا هسيبها ترتاح لمدة ساعة وارجع ابتدي اشكل الفطير مع بعض. اهم حاجة نريح العجينة كويس. دلوقتي بعد الساعة دي احنا شايفين العجينة، انا عايزاكم بس تتأملوا في شكل العجينة. ما شاء الله ملمسها طري وناعم، ما اخدناش وقت في العجين، يعني انا ما استهلكتش ايدي انا وبعجن، ما عملتش مجهود. شايفين ما شاء الله. هنبتدي بقى نفرد العجينة دي. انا هفرد العجينة كلها مرة واحدة وهقول لكم ليه. هنفرد العجينة كده كويس. تمام. انا هفردها كلها مرة واحدة علشان خاطر انا هدهنها كلها بالزبدة وهلفها رول. هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. حاولي تضغطي على الاطراف ان انتي تفرديها كويس علشان ما يطلعش الاطراف بتاعه العجينه معاكي سميكه. حاولي تفردي كويس على قد ما تقدري. تمام. وشيلي اي زوايد من الدقيق. عندي زبده انا مسيحاها على حمام ميه، بس مش هسيحها بالكامل. لو انتوا شايفين يدوب بس كده فكت عن بعضها
وهدهن بيها العجينة. حاولي تدهني العجينة من كل الأطراف، عززي بقى في دهان العجينة، يعني حاولي كل الأطراف تكون ممتلئة بالزبدة. ممكن تستخدمي سمنة، ممكن تستخدمي زيت، بس أفضل حاجة تورق معاكي الفطير هو الزبدة، بجد بتطلعها مورقة وطرية. تمام. هلف العجينة رول زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هقطعها واقسمها على 3. عندي الفرد انا هعمله على طريقتين، الطريقة اللي تريحك ابدأي اشتغلي فيها عادي. انا هعمل الطريقتين دول وهقول لكم افضل طريقة بالنسبة لي. تمام. انا قسمت العجينة هنا على 3، وهبتدي افرد العجينة الاولى. العجينة اللي في النص دي هي الحجم الكبير، هتاخد صينية مقاس 32. هنبتدي بقى نشكل العجينة كده معانا. هاخد اول قطعة كده، احاول اظبطها كده شوية علشان انا هقسمها على 2. بعد ما اقسم العجينة هبتدي اشتغل في قطعة قطعة، ودي اول طريقة لفرد الفطير. انا هعمل طريقتين النهاردة، الطريقة اللي تريحك اشتغلي بيها، وهقولك في نهاية الفيديو افضل طريقة فيهم. حاولي تظبطي كده. هنقسم العجينة زي ما انتوا شايفين على قسمين متساويين. هركنها بقى واشتغل في واحدة، وحاول افردها على شكل مستطيل. حاولي تظبطيها كده على شكل مستطيل او مربع اللي يريحك فيهم. نبتدي نفرد بالمنظر ده. حاولي تضغطي على الاطراف علشان الاطراف بتاعه الفطير ما تطلعش سميكه. حاولي كده تظبطي الفرد علشان هندهنها بالزبده، ولا اتقطعت منك مش مشكله، احنا كده كده هنداريها بالعجينه التانية. عندي صينيه مرشوشه بالدقيق هريحها عليها، وابتدي اشتغل في القطعه التانية زي ما انتوا شايفين كده. حاولي برضو تفرديها على قد المقاس اللي احنا عملناه. اظبطي كده الحواف. حاولي تضغطي على الاطراف علشان ما تطلعش سميكه معاكي. انا بحاول اكد عليكي اضغطي دايما على الاطراف علشان الفطير يطلع معاكي مظبوط ومفروش. هندهنها بالزبده بالشكل ده. حاولي تغلفي الجوانب كويس بتاعه العجينه. هنجيب القطعه التانية نفردها فوقيها، ونحاول نظبطها على قد بعضيهم الاتنين. حاولي تظبطي كده كويس، وشيلي اي زوايد من الدقيق. حاولي تنفضيها كده من الدقيق، وافردي بالنشابة كده علشان الاتنين يتطبقوا على بعض كده ويبقوا متناسقين. هندهن الطبقة الأخيرة دي كده بالزبدة دهنة خفيفة، لأن أنا دهنة بين الطبقات دهنة خفيفة كده. وهنلم العجينة، لمي العجينة كده على شكل كورة، وسيبيها ترتاح ربع ساعة. كل ما بتريحي العجينة كل ما هي هتظبط معاكي أثناء ما بتفرديها في الصينية. تمام. دي قلنا هتحتاج الى صينية مقاس 32. عندي صينية مدهونة بالزبدة، انا لما لقيتها صغيرة حطيتها على الطاسة بتاعة الكريب. انا عندي طاسة الكريب مقاس 32، دي انا عملتها على البوتاجاز اول واحدة. هنبتدي بقى نشتغل في التانية على بال التانية ما ترتاح، يعني اول واحدة عملناها نسيبها ترتاح كده شوية فاشتغل في الباقي. انا دي تاني واحدة هبتدي اعملها. شايفين انا عملت ايه؟ انا من البداية لميتها على شكل كورة وابتديت افردها، يعني انا فردتها كلها مرة واحدة ما قسمتش. تمام. حاولي تفردي كويس وتضغطي على الجوانب بتاعة العجينة. تمام. افردي كده كويس. العجينتين التانيين دول مقاس صينية 26 او 28، لانهم مش كبار زي الاولانية. وزي ما قلت لك لو اتقطعت منك ما تقلقيش، احنا كده كده هنلم العجينة. تمام. هدهن هنا بالزبدة. حاولي تدهني بالزبدة كويس، غلفيها كويس بالزبدة من كل الجوانب. لمي الاطراف على بعض كده زي ما انتوا شايفين، وهدهن الوش كده بالظبط. تمام.
حاولي كده تظبطي الجوانب بتاعة العجينة، لفيها رول كده بالشكل ده وقفليها كويس كده واضغطيها زي شكل الكورة، شايفين كده؟ ما تحاوليش تفردي وسيبيها ترتاح، وهي لما تيجي تفردي هتتفرد معاكي بسهولة. دي العجينة الأولانية أنا فردتها زي ما قلت لكم في صينية الكريب، زي ما انتوا شايفين ما شاء الله حجمها كبير. وانا هنا عندي صينية الكريب مقاس 32. حاولي تفرديها كويس فيها بالظبط كده. هنحطها على البوتاجاز على عين متوسطة الحرارة، يعني انا العين هخليها متوسطة واحط عليها الفطير. ادهني وش العجينة كده بالزبدة، اضغطي الجوانب علشان هي اول ما هتتعرض للحرارة هتكش منك. ادهني وشها كده كويس بالزبدة، وزي ما قلت اضغطي على الاطراف لاني اول ما هتتعرض للحرارة هي هتلم شوية. حطيتها على البوتاجاز بالشكل ده. اول ما ابتدي تاخد لون من تحت انا هقلبها. ده بعد ما استوت، شايفين شكلها ازاي؟ ما شاء الله طرية. هنشوف حتة كده مع بعض. تمام، شايفين الطبقات خفيفة ازاي؟ معلش انا بحاول افردها كده بس هي سخنة. تمام اهو زي ما انتوا شايفين الطبقات، اظن هي واضحة قدامكم، بس معلش هو الفطير سخن. تمام، ده اللي عملناها على الطاسة. تعالوا كده نشوف اللي احنا عملناه فرن كده ونحاول نشوف الفرق ما بينهم. ده اللي خرج من الفرن. عندي كده بخاخ، ده انا مخصصاه للاكل والمعجنات. برش وش الفطير بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. اولا بيديله لمعة لو تلاحظوا كده في الكاميرا. تاني حاجة بيخليه طري ومورق. هسيبه يرتاح شوية. لو كنتي وصلتي معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. وما ننساش ندعي لأهلنا في غزة ان ربنا ينصرهم نصرا يتعجب منه أهل السماوات والأرض. السلام عليكم.